السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. أهلا بكم في قناتي، معكم يوميات مساعدة. النهاردة كده هنعمل الفتة المصرية بإيدي، يا رب تعجبكم. ومتنسونيش بقى في اللايك الجميل وتشجيع من نار ليا. وكومنتاتكم بتهمني جدا، قولوا لي رأيكم في الكومنتات. تعالوا كده بقى هنشوف هنعمل ايه. هنجيب طاسة على النار وننزل بيها بمعلقة من السمنة ومعلقة من الزيت، وهننزل بيها توم مفروم. دي لعمال الصلصة. تمام. الفتة عبارة عن صلصة ورز أبيض والعيش بتاعنا المحمص الجميل. أنا كده حمرت التومة ونزلت عليها كده ايه ب3 معالق من الخل. هنشيل كده من الوصفة بتاعتنا دي، هنشيل منها كده معلقتين من الخلطة بتاعتنا دي يعني. وننزل بقى كده بالطماطم. انا اللي شلت المعلقتين دول هقول لكم بعدين في الاخر هنعمل بيهم ايه. حطيت بقى التوابل بتاعتي، فلفل اسمر وكمون وكزبره. التوابل دي انا مخلطاها على بعض. والملح طبعا، نظبط كده ملحنا ونسيبها ايه مع بعض ايه تتسبك. انا سلقه لحمه، غسلها كويس وحطاها في خليت الميه غلت، ونزلت بقى ببصلايه وطماطمايه والتوابل بتاعت الشوربه وبماجي، ونزلت بالايه باللحمه. تمام. بعد ما غلت ما بنزلش بالملح الا في الاخر، بعد ما ايه ما خلاص قربت تخش على سوا، يعني تستوي سوا الا ربع بنزل بالملح. جينا هنا كده لايه للعيش، ما عندناش عيش محمص، هنعمل ايه؟ هنتصرف. الجيش بيقولك اتصرف. هنجيب كده رغيفين عيش طابونة عادي من بتاعنا، عيش المصري. هننزل انا ايه نقطع كده بالمقص مكعبات صغيرة. انا جبت كده 3 رغيفة هقطعهم. انزلي بقى شجعيني وحطي لي لايك، ولو ما اشتركتيش في القناة اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتبقي كده من جيش مساجدة. انزلي شجعيني في الكومنتات. وقولي لي رأيك هيهمني جدا. هنحط بقى العيش بتاعنا كده في صينية، وننزل عليها برشة من الزيت ورشة من الملح ورشة من الكمون. ونقلبه كده كويس، متقلقوش ايديا نضيفة. وهنحطه بقى تحت الشواية في الفرن لحد ما يتحمص، وكده يكون العيش المحمص معاكو هيبقى جاهز. الصلصة كده خلصت واتسبكت بقت تمام، فل الفل. العيش اهو اتحمص بقى شكله جميل. كده اللحمة بتاعتي استوت، اطلعها بقى من الشوربة دي برضو هسقي منها العيش بتاع الفتة. هنجي بقى كده نعمل الرز الابيض. احنا خلصنا العيش وخلصنا الصلصة، كده علينا ايه الرز الابيض. هنيجي بقى ايه نجيب حلة على النار ونحط فيها معلقتين من الزيت ومعلقة من السمنة، ونبقى غاسلين الرز بتاعنا. وهننزل كده بالرز نقلب فيه لحد ما ايه آه يعمل كده صوت في الحلة. هنقلبه شوية في السمنة والزيت، كل حباية كده تشرب من السمنة والزيت عشان يبقى طعمه حلو. نقلبه كويس بقى كده في السمنة والزيت عشان يبقى ايه طالع مفلفل، يبقى حاجة كده حلوة معاكي. بعد ما قلبته كويس برضو هنزل كده بالشوربة واظبط الملح بتاعنا. الشوربة تكون فوق الرز عقلة من الصباع، يعني ايه هوري حضرتك برضو دلوقتي. عشان الرز برضو يطلع معانا مظبوط اهو كده. عقلة برضو من الصباع يكون الشوربة زيادة عن الرز بكده. هنيجي بقى للعيش، المعلقتين اللي شلناهم في الاول هنيجي بقى نحطهم كده على العيش، هيدوله طعم حلو. تست برضو جميل. هننزل كده بقى بالشوربة.
نسيب بقى العيش ايه يطرى معانا في الشوربة. هنزل بقى بمعلقتين من الصلصة على العيش بعد ما يطرى، بيديله برضو طعم برضو جميل. التكات دي لازم تعملوها في الفتة، هتطلع معاكم تحفة. كده بعد ما نزلت بقى بالصلصة على العيش وقلبته كويس، هنزل بقى بالرز بتاعنا كده. انا بسيب حبة رز في الاخر لبنتي عشان مبتحبش تاكل الفتة، بتاكل رز ابيض. آه، شيل اللي وقع مني. اسوي الرز كده بقى حلو، رز سخن. هنزل بقى كده بالصلصة، هوزعها في النص كده، يكون الحروف بتاعة الرز باينة، تبقى شكلها اشيك. العين بتاكل قبل البق. وكده ننزل بقى بالصلصة بتاعتنا ونسويها ونحط اللحمة بقى. انا شوحت اللحمة في سمنة. في ناس بتحبها كده وكده، انا بقى سبت لنفسي مسلوق عشان انا ما بحبش اللحمة مسلوق، اللحمة متحمرة، فحمرت كده للباقيين. هوزعها كده على الفتة للشكل كده، يبقى شكلها حلو. وكده ايه تكون الفتة خلصت معاكم، فتة ولحمة. الأكلة المفضلة للعقيقة وللسبوع، للعزايم الكبيرة. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسونيش بقى في اللايك الجميل والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.